السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه. تعالوا يا حبايبي نشوف عملنا البيتي فور ومكوناته ايه والتريكات اللي حضراتكم شايفين. عندنا دقيق 4 كوبايات دقيق منخولين زي ما انتم شايفين، وكوبايه سكر بودره. وعندنا طبعا البيتي فور لازم يتعمل بزبده. هناخد من الزبده دي نقطعها قطع، ناخد منها كوبايتين زي ما انتم شايفين كده اهوت. وعندنا طبعا الفورمايسي الشوكولاته والالوان، وبرده فورمايسي اهو الشوكولاته والالوان، وادي جوز الهند كل دي للزينه، وادي الشوكولاته الخام الشوكولاته الخام اللي احنا هنسيحها البني، وادي الشوكولاته البيضه. وعندنا 3 معالق كاكاو خام زي ما انتم شايفين كده اهوت. وعندنا 3 بيضات صفار فقط، 3 صفار بيض زي ما انتم حضراتكم شايفين. وادي بيضه كامله بالبياض بتاعها، وادي ذره الملح بتاعتنا. طبعا عندنا روح الموز بديل للفانيليا زي ما انتم شايفين كده، جميل جدا وخطير. يا اما فانيليا زي ما انتم شايفين كده اهوت. اتعرفنا احنا على مقاديرنا كلها سهله وبسيطه. هقطع الكميه اللي انا عايزاها من الزبده. البيتي فور طبعا ما بيتعملش الا بزبده، ما بيتعملش بسمنه. وطبعا الدقيق يكون من النوع الفاخر. وطبعا سر ان انا بجيب صفار البيض زي ما انتم شايفين، ال3 صفار بيض دي عشان البيتي فور بتاعي يبقى ناعم وجميل. وطبعا البيضه الكامله دي عشان للتماسك، البياض بيعمل تماسك. فاحنا لو عملناه ببيضه كامله يعني بيبقى زي البسكوت، بيبقى ناشف وماسك نفسه كده اهوت. واول ما بيتحط فيه كوبايه شاي بلبن بيدوب زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نشوف يا حبايبي، نبتدي بقى نحط مكوناتنا ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده ادي الكوبايتين بتوع الزبده. هنحط كده من بعضها الزبده وخليها كريمه. نبتدي بالسرعه البطيئه وبعد كده نمشي تدريجيا. وابتدي بقى ايه، احط لها السكر. طبعا اول حاجه السكر والزبده بنعملهم مع بعضيهم بتاعه بقى كريمي خالص. ضربناه لغايه لما بقى قوامه كده. هبتدي بقى انا احط على الدقيق دي ذره الملح بتاعته، وطبعا ايه اقلب زي ما انتم شايفين كده. احط بيضه صفار البيضه اهو كده. هبتدي بقى احط نص كميه الدقيق واقلبهم، وبعد كده احط النص التاني زي ما انتم شايفين كده. خلينا الزبده والسكر والنص الدقيق والبيض يتجانسوا مع بعض. هنحط اخر جزء من ال4 كوبايات دقيق اللي احنا عايرناها زي ما انتم شايفين كده. العجينه بتاعتنا اهي ناعمه جميله جدا اهي. عقبال ما العجينه ترتاح هبتدي اسيح الشوكولاته اللي احنا هنعملها البيتي فور. فاحنا بنحط ميه قليله شويه، وهنا ما الميه اللي بتغلي دي ما تلمسش الطبق ده زي ما انتم شايفين. نفس الكلام الشوكولاته البيضاء برده الميه لما اجي اشوفها الاقي هنا ايه ناشف زي ما انتم شايفين كده. احطها على النار الميه تغلي وتسيح هي من نفسها زي ما انتم شايفين كده. ادي ساحت، هنحط لها معلقتين زيت. وادي برده الشوكولاته البيضاء ساحت، هحط لها ادي معلقتين، وادي برده معلقتين عليها، ونقلب زي ما انتم شايفين كده. ادينا حضرنا كل حاجتنا. ادي الشوكولاته سايحه وبقت زي العسل اهي، وادي الشوكولاته البيضاء برده زي الفل اهي، وادي المربى اللي احنا هنلحم بيها الاتنين، وادي جوز الهند، وادي الفورماسي زي ما انتم شايفين محضرينها. والعجينه في الثلاجه ريحت نص ساعه. هنبتدي بقى ايه نجيبها ونشكلها ونولع الفرن ونحط الصاج في النص ونسويها. طبعا ايه تقفش من تحت، ما تديش لون جامد يعني، بتبقى فاتحه كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت. هنشوف بقى العجينه ونرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده خليناها تريح. ابتدي بقى ايه اقسمها نصين عشان اعمل نصها ابيض ونصها عليه فانيليا زي ما انتم شايفين كده. العجينه جميله وخصوصا بعد ما بتريح، شايفين جميله ازاي. ابتدي احط لها الكاكاو معلقتين واقلبهم زي ما احنا شايفين كده. ادي العجينه بتاعت الشوكولاته وادي البيضه. هنبتدي بقى نشكل زي ما انتم شايفين كده. لو ما فيش مكنه بالبيله زي دي نحط فيها برده جميله. وادي مولعين الفرن، وادي حضرين الصاجات زي ما انتم شايفين كده اهوت. حطينا ورق زبده. ادي عملنا الصاجين اهم، وهبتدي بقى نشكل. اخترنا احنا الرسمه دي. هبتدي افكها كده وابتدي املى العجينه. بصراحه جميله جدا.
اهو املاها، وبعد كده بكبسها كده اهو لغايه لما اشوفهم هنا، واحطها بقى هنا وادوس جامد زي ما انتم شايفين كده. الرسمه دي هبتدي احط كده اهوت، واقوم دايسه دوسه واحده بس اهي، شايفين جميله خالص. اطلعها فوق واقوم انزلها تحت اهو، وكده على طول. الاول اطلعها فوق زي ما انتم شايفين كده، اطلعها فوق واقوم دايساها تحت اهي برضو اهي يا بناتي كده، واقعد كده ادوس عليها. جميله خالص. لميس بنتي هي اللي جايباها لي، كنت بعمل بالبلبله باي حاجه، بس طبعا ايه اطلع فوق واقوم دايسه دوسه كده لغايه لما اخلص كل اللي جواها. يعني هي الرسمه دي انا بحبها، جميله. يعني في رسمات تاني ممكن نغير ونحطها، يعني مثلا تشيلي، عايزه تشيلي الوش اهي، واشيل الرسمه دي ونغير رسمه تاني. هحط شكل تاني، هي فيها كذا شكل، ولغايه لما انا اوصل للشكل اللي انا حباه. زي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعها، الشكل الضيق غير ده. وابتدي انا اعمل صف اشكال اهي، وبسرعه تتعمل سريعه بصراحه. ممكن تجيبوا تشوفوا اهي برضه الشكل ده جميل، والفرنه على اخرها ولعه اهو. اول ما اخلص على طول ادخلها. خلصت العجينه هعملها واغير الشكل. ببتدي انا عشان املى تاني ابتدي افك، اجيب دي كده لما فضيت اهي، ابتدي بقى اشدها كده واملاها زي ما انتم شايفين كده اهوت لغايه اخرها. انتم شايفين كده برضو شكل تاني. وانا بلف دي بعد ما مليتها لازم اجيب السنون دي على القايمه دي، الفها كده واحطها كده زي ما انتم شايفين، ادوس ضغطه جامده، ضغطتين، عشان الشكل ده يبقى صعب شويه. زي ما انتم شايفين يبقى محتاج دوستين، يعني اضغط كده والتاني، او زي ما انتم شايفين كده. هكمل بقى عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده ملينا الصاج باللون الشوكولاته البني، احطه على النار وارجع لكم تاني. وادي الصاج التاني الفاتح من غير شوكولاته، هنحطه في الفرن وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده اهوت، اول ما بيمسك من تحت مش شرط لون باين طبعا قوي في الفاتح، يمسك كده يبقى خلاص. هنبتدي بقى. عندنا مربى، وعندنا شوكولاته البيضاء والشوكولاته البني، وعندنا الفورماسي وجوز الهند. هبتدي بقى ايه، احط مربى زي ما انتم شايفين كده اهوت، وادهنها في النص كده، واحط على الناحيه الثانيه البني اهو زي ما انتم شايفين. ممكن تحطوها في الشوكولاته البني البيضه زي ما انتم شايفين كده، ونحطها على ورق زبده. وبعد كده نحط في الفورماسيه، لو شوكولاته بيضه نحط فورماسيه لونه بني زي ما انتم شايفين كده. التزيين ده بتاعك بقى، ونفس الطريقه كله نعمله كده زي ما انتم شايفين. ممكن بالفرشه مربى في النص كده، اي نوع مربى انت بتحبيها. والناحيه التانيه اهي حطها المره دي في الشوكولاته البني زي ما انتم شايفين، باي كميه انت عايزاها، يعني كميه كتيره قليله زي ما انتم شايفين. هحط بقى يا اما جوز الهند يا اما في الفورماسي الالوان، بما انها يعني بني او زي ما انتم شايفين. واحطها على ورق زبده، لما تمسك ابتدي احطها في طبق التقديم زي ما انتم شايفين كده. هخلص الكميه زي ما انتم شايفين كده اهي اللي قدامي، اخلصها وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده الشكل النهائي بتاعه جميل خالص. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.